النهارده كان في امتحانات اعداديه. النهارده والله كانت صدمه بالنسبه لي. في ولد من الولاد في الصف الثالث الاعدادي، انا النهارده يقينا فوجئت بيه، والله العظيم ده واقع. لقيته ما بيعرفش يكتب لغه عربيه، يعني مش عارف حتى ينقل الحرف من مكان للتاني. يعني مش قادر ان هو ينقل جملة من مكان للتاني، يعني مش عارف يكتب العربي اساسا. والله العظيم صعب عليا، والله العظيم صعب عليا. ولما لقيته متأثر قوي لانه يقينا اطول مني، قلت له حبيبي يعني ما تزعلش، والله ماليك ذنب يا ابني، مالكش ذنب. والله العظيم انا النهارده بنفسي وانا مدرس اهو قلت له يا ابني ربنا ينتقم من كل مدرس ابتدائي دخل وعلمك في يوم من الايام. لو كان معاك مدرس محترم عنده ضمير، حتى لو انت اهلك مش مهتمين بيك، كان زمانك شاطر زي اي ولد شاطر في اي مدرسة. معلش السادة المدرسين، يعني انا آن الاوان ان حضراتكم يبقى عندكم ضمير. السادة المدرسين وانا منكم، السادة المدرسين وانا منكم. وانا مش عارف دلوقتي ممكن يعني اتمسك ولا ايه، بس هتمسك ليه؟ انا بقول اللي عليا، اللي في قلبي على لساني. السادة المدرسين وانا منكم، اما آن الاوان ان حضراتكم معلش يعني وبكل امانه تتنيلوا وتشتغلوا بضمير في المدارس، ومحدش فيكم يقول لا ان انا بشرح في الفصل على قد فلوسهم. لا يا روح ماما، على قد فلوسهم ديت مهنة التربية والتعليم ما تعرفهاش. لو انت مش قادر تشتغل معلم محترم وشريف تقعد في بيتكم، لان ولاد الناس ما تنداس وبنات الناس ما تنداس يا ناس. كل مدرس يشتغل بضمير، لان ولاد الناس وبنات الناس امانة 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 في رقبة المدرسين وانا منكم. اللهم اني قد بلغت، اللهم فاشهد.